والافتتاح اليوم عرف هذا الزيارة عمدة مدينة الدار البيضاء اللي شرفتنا بالحضور ديالها الدكتورة نبيلة الرميلي، وسفير سفير تركيا حتى هويا اللي هو شرفنا بالحضور ديالو. اليوم الحمد لله عرفنا زيارة بزاف ديال المسؤولين على القطاع اللي شرفونا، وغادي يكونوا معنا ان شاء الله في الندوات باش يعطيونا ارشادات و ميم طون يسونسيبيليزيو حتى لي بروفيسيونيل دي سيكتور على لي نوفو كاي تشارج ولا الارشادات اللي جايه من المسؤولين. تعرف مشاركة خمس دول على رأسهم المملكة المغربية، تركيا، فرنسا، إنجلترا والصين. هاد البلدان عندهم تقنيات، ولا بلوتو شركات اللي جاونا من هاد البلدان عندهم تقنيات عالية، لها استقطبناهم وهضرنا معهم على اساس هما يشاركوا معنا الحلول والانتيليجونس الاندستريال ديالهم باش نحاولوا تكون واحد الشراكات من هنا لقدام باش نطوروا بالقطاع النقل السياحي ان شاء الله. شنو يوجد في القطاع السياحي الموديلات والتعسيقات القادمه؟ هو هذا الشيء نقدر نخليه ان شاء الله للمنظمه المغربيه للنقل السياحي اللي هما هي المسؤول على القطاع اللي في المغرب. حنا تبقاو كشركه منظمه للمعرض، مي نخلي ان شاء الله هذا المنظمين الرئيسيين اللي هي المنظمه المغربيه للنقل السياحي تكلم لك ان شاء الله اكثر واكثر عليه. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم، كنشكر الصحافه، كنشكر الاستاذ سواء في القطاع الخاص سواء في القطاع العام على الحضور ديالهم لهذا الحدث، لانه حدث وطني او حدث افريقي. النسخه الاولى ديال معرض النقل السياحي في المغرب، اللي هي واحد الخطوه مهمه ومحوريه بزاف باش في التاريخ ديال القطاع، باش نقدروا نجمعوا ليكو سيستيم كامل فاعلين في القطاع، سواء مؤسسات خاصه او مؤسسات في القطاع العام. والهدف من هذا الشيء هو نتبادلوا معاهم افكار، نتبادلوا معاهم بعض التجارب. هذا الشيء اللي غادي يخلينا نطوروا القطاع ديالنا، وهذا الشيء اللي غادي يخلينا نفتحوا على العالم الخارجي ونكونوا خي باش نجاوبوا مع متطلبات ديال الزوار اللي غادي يزوروا المملكه ديالنا في الاحداث ولا في التظاهرات الكبرى اللي كتنظمها البلاد ديالنا، تيل كو لا كام 2025، لا كوب دي موند 2030. كما كتعرفوا القطاع كنعيشوا واحد ثلاثه ديال التحديات اللي هما ساهلين. التحدي الاول هو الابتكار التكنولوجي. عندنا التحدي الثاني هي المنافسه الدوليه، والتحدي الثالث هو المحافظه على الجوده. وهذا هذه النقطه الثالثه هي نقطه مهمه بزاف، اللي هي اللي كنركزوا عليها باش نقدروا نجينيريو دي كليون بروموتور اللي غادي يجيو البلاد ديالنا وينعشوا البلاد ديالنا. كذلك احنا كمنظمه مغربيه للنقل السياحي نشيد يعني بالمشاريع اللي كيقوم بها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والله يعطيه صحته، يعني في اطار البنيه التحتيه، توسيع المطارات، السكك الحديديه وكذلك طرق السياره. وهذه المشاريع هذه كتزيد تحفزنا حنا باش نخارطوا حنا باش نطوروا القطاع ديالنا، لان النقل السياحي ماشي هو وسيله تنقل فقط، ولكن هو واحد الوسيله اللي كتعطي واحد الصوره جميله للبلاد ديالنا. دونك السائق ديال النقل السياحي هو سفير ديال المملكه، وحتى هذاك السائح اللي عاش واحد لا موفيز اكسبيريونس يعني في واحد يعني في المقام ديالو داخل المملكه، كيجي الناقل السياحي او السائق ملي كيبغي يرجعوا للمطار كيصلح ليه وكيمحي ليه هذيك الصوره وكيرجعوا فرحان وصافي اصلي باش يجيب لنا دي كليون بروموتور. كنبغي ناكد لكم بان هذه نسخه اولى، نسخه تجريبيه، والحمد لله النجاح راه باين. وهادشي بفضل الشركاء ديالنا اللي تاقوا فينا، قلت لكم لا سواء في القطاع الخاص ولا سواء في القطاع العام، وبلا بهم راه ما نقدروش نتجمعوا. اللي كنشكرهم مره اخرى. كنشكر كذلك المهنيين، كنشكر جميع لي زيكسبوزون ولي سبونسور اللي ساهموا في نجاح هذه الدوره هذه. وحنا كيف ما قلت لك حنا منخرطين مع التوجيهات ديال صاحب الجلاله، وحنا كشباب بغينا نفتحوا هذا القطاع باش يجي الشباب يمارس في هذا القطاع هذا، ما تبقاش الابواب مسدوده. بغينا الشباب يجي بتشاكر، يجي نفس، لان الشباب هو اللي غيتشاكر لنا اليوم راه التكنولوجي، هو اللي غيخلينا اليوم نكونوا مستعدين لهذه الاحداث الكبرى اللي كتنظمها البلاد ديالنا.
وشكرا جزيلا.